شويه تصريحات عنب ابو الصحاب من الهلال السوداني ومن جماهير الهلال السوداني طالعه بتقول لك بقى شويه قرارات او بيانات للكاف. بعتوا للكاف مره واثنين وثلاثه واربعه والكاف ما ردش عليهم، فقال لك هنبعت بقى الخمسه ونقول ليه يا كاف مش بترد علينا؟ احنا عمالين بنبعت لك يا ابن الكاف. لو شايفك بتبعت حاجه مفيده او شايف ان انت ليك حق والله هيرد، لكن انت عمال بتعمل صداع على الفاضي، وعامل صداع للكاف وعامل صداع للاهلي وعامل صداع للزمالك وعامل صداع لكل الدنيا. كفاياكوا صداع والله. البيانات اللي انتوا بتطلعوها والقرارات بتبين قد ايه انتوا خايفين ومرعوبين من الاهلي ومواجهه الاهلي. صدقني الخوف ده ان شاء الله هيتحول لكابوس عليك، هيتحول لكابوس عليك يا هلال يا سوداني، وهتروح معيط عشان جماهير الهلال السوداني اللي عماله تستفز جماهير الاهلي وبتطلع بعض الاشاعات على جماهير الزمالك اللي هم اخوات الاهلي ومصريين في الاخر. انسى يا ابو الصحابه ان الخطه بتاعتك دي تمشي. الخطه ايه هي؟ الخطه اللي انت كنت بتحاول تعملها من بدري وكنت بتنسق وبتطور في الاداء عشان خاطر توصل ليها، اللي انت تاخد جماهير الزمالك وتنحاز جماهير الزمالك الهلال السوداني وتروح تشجعك مع الاهلي او ضد الاهلي في مباراتك في استاد القاهره. انسى، مش هيحصل. امبارح يا جماعه جماهير الهلال السوداني او صفحه الهلال السوداني منزله بتقول لك 13000 تذكره تم حجزهم من موقع تذكرتي للهلال السوداني من قبل اخواتنا المصريين. قصدهم هنا ايه؟ قصدهم الزملكاويه يا جماعه، يعني قصدهم ان الزملكاويه دخلوا على موقع تذكرتي وحجزوا 13000 تذكره بناء على ان هم زملكاويه وهيدخلوا يشجعوا الهلال. اولا يا صديقي عشان تبقى عارف ان موقع تذكرتي ده بيخش الشخص عشان يحجز التيكت بتاعه الاي دي، او عارف الاي دي او اكيد ما تعرفوش. المهم وصل بيه المرحله اللي لازم الاي دي بتاعك ده مكتوب فيه انت اهلاوي او زملكاوي. فماتش ما يخصش الزمالك، الماتش ده اهلي وهلال سوداني. اي حد من جماهير الزمالك يا جماعه هتخش صدقني التيكت بتاعها مش هيشتغل او الموقع مش هيشتغل اصلا. يعني اي حاجه من المحاولات اللي انتوا عمالين تقولوا عليها والكلام اللي انتوا عمالين تقروا فيه ملهوش 60 لازمه. يعني من الخلاصه ان مفيش اي حاجه ولا 13000 اتحجزوا ولا حد هيروح يشجع الهلال السوداني ولا اي حاجه من الكلام ده كله. ده امال ايه الكلام يا ابو الصحاب؟ الكلام ان هم مطلعين اشاعات عشان يثبتوا او يعملوا ضغط على جماهير الزمالك ان هم فعلا يروحوا يشجعوهم ضد الاهلي. الكلام ده هيحصل؟ لا. اي حد من جمهور الزمالك هتلاقيه في المدرج هتلاقيه بتيشيرت الاهلي او تيشيرت الزمالك بيشجع الاهلي مش بيشجع الهلال. انسى ان انت تعمل فتنه بين اهلي وزمالك او بين المصريين وبعضهم، الكلام ده مش هيحصل. وبعدين الهلال السوداني طالع برضه بقرارات الكاف يا جماعه، يقول للكاف يا عم الكاف انت احنا مش عايزين حاجات كده المفروض تعملها لنا في مباراه الاهلي في استاد القاهره. قال لهم ايه هي؟ قال له احنا عايزين المباراه تتلعب خارج استاد القاهره. قال لهم لا. قال له كمان عايزين المباراه تتلعب من غير جمهور. قال له لا. قال له خلاص احنا عايزين المباراه تتلعب بجمهور قليل. قال له لا. فطلع بقى يقول لك الكاف مش عايز يرد علينا وان المفروض 2500 تذكره يكونوا متوفرين لجماهير الهلال، لان الماده مش عارف كام بتقول لك ان 5% من عدد التذاكر تكون متوفره للخصم. ما حصلش كده طبعا، واحنا عارفين ان 100 تذكره طلعوا للهلال السوداني. فجماهير الهلال طلع بقى تبعت للكاف والكاف 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 وما فيش رد من الكاف، والكاف بصراحه صدع واحنا صدعنا. ده بيدل على ايه؟ والله ده خوف ورعب من الاهلي ومواجهه الاهلي. وان شاء الله الخوف والرعب اللي انتوا عمالين تتنططوا عليه ده ان شاء الله هيتحول لكابوس وتروحوا معيطين. خد بقى الجديد ابو الصحاب بيقول لك ان جماهير الزمالك هتندس داخل جماهير الاهلي في استاد القاهره وهتدخل لابسه التيشيرتات الحمراء بتاعت الاهلي، وبعد كده هتقعد في مدرج خاص بيهم ويشجعوا الهلال السوداني، وبعد كده يقلعوا التيشيرتات بتاعت الاهلي اللي كانوا مستخبين تحتها تيشيرتات الهلال السوداني ويشجعوا الهلال السوداني، وبنرات تترفع واصطحاب الهلال السوداني. ده كله منين؟ من جماهير الزمالك. سبحان الله. كل ده عشان انتوا كنتوا عمالين بتحاولوا ان انتوا طبعا تظبطوا الامور وتعملوا فتنه، وكانوا عمالين يقول لك الزمالك هيستقبلنا في القاهره لما نروح نقابل الاهلي، والزمالك فتح لنا ابواب النادي بتاعه قدام الهلال السوداني، والزمالك جماهيره كلها بترحب بالهلال السودانيين، وكل الزمالك هتشجع طبعا الهلال السوداني ضد الاهلي. كل ده فيستك. انسى يا ابو الصحاب. في الاخير يا صديقي ما تنساش اللايك والكومنت والاشتراك. اشوفك على خير وفيديو جديد. سلام عليكم.